بص، قبل ما ابتدي اقول اي كلمة في الفيديو ده هعرض عليك قناتين. القناتين دول واحدة مستخدمة لوجو والتانية مستخدمة لوجو، والاتنين بيقدموا نفس المحتوى. القناة اللي قدامك دي قناة رقم 1 وده اللوجو بتاعها. قناة مصورة تقريبا فنجان قهوة فاضي او مليان، يعني وات ايفر، وده صورة القناة بتاعتها. والقناة التانية عاملة اللوجو اللي شكله من وجهة نظرك اكتب تحت في الكومنتات. انت دلوقتي من وجهة نظرك هل القناة رقم 1 اللي انا عرضتها عليك في الاول افضل، ولا القناة رقم 2 افضل؟ انهي فيهم اللي شكل اللوجو بتاعه احلى؟ هتقول لي يا محمد يا علاء والله من وجهة نظري، انا من وجهة نظري القناة رقم 2. ليه؟ لان اللوجو بتاعها شكله احترافي. هيجي واحد يقول لي يا محمد يا علاء، طب احنا دلوقتي عايزين نعمل لوجو بس احنا خبرتنا في الكمبيوتر والكلام ده مش كبيرة، او بمعنى اصح زيرو، ما عندناش خبرة بجنيه فكة في الموضوع ده، نعمل ايه؟ والله الموضوع بسيط جدا جدا. اول حاجة الطريقة بتاعت النهاردة هخليك تعمل لوجو احترافي من تليفون، من ايباد، من لابتوب، من كمبيوتر، من تليفون زراير. لو في جوجل هنعمل الموضوع ده، يعني مفيش، يعني انت هتجيلي يمين شمال هنشتغل بالطريقة بتاعتي. طيب ايه اللي احنا هنعمله؟ في البداية حضرتك كل اللي طالبه منك انك تركز معايا، تجيب لك كوباية قهوة، مفيش اي مشكلة، كوبايه شاي، اي كوبايه، اي حاجه كده توحي ان انت مركز معايا. امبارح يعني انا بفتح بث مباشر بشكل يومي الحمد لله. فجيت امبارح فتحت بث مباشر، الناس كل قناه اخش اعمل لها تقييم. ايه ده يا محمد، لو انت بتعمل تقييم قنوات؟ بعمل تقييم قنوات. فلو انت حابب كده اشترك عندنا في القناه، وان شاء الله بامر الله البث المباشر بتاعنا بيبقى الساعه 2 او الساعه 6 يوميا، او الساعه 8 في المواعيد دي. تمام، فانت متاكد بس انك مشترك في القناه ومفعل الجرس عشان لما نيجي نعمل بث مباشر تخش بالقناه بتاعتك ونعمل لها تقييم احترافي جدا. طيب نكمل في الموضوع بتاعنا. كل على حضرتك ببساطه شديده عشان تعمل لوجو احترافي، عايزك تصور نفسك صوره عاديه خالص. طيب محمد يا علاء صورت نفسي الصوره العاديه، بس اهم حاجه يكون في اضاءه كويسه، او لو ما عندكش مصدر اضاءه كويس ممكن تصور في الشمس، يعني المهم ان انت تصور في حته يكون ملامح وشك باينه فيها. طيب يا محمد يا علاء صورنا نفسنا الصوره، بعد كده هتفتح جوجل جيميناي. يعني هنروح كده اهو ونفتح جوجل جيميناي. طبعا هتخش تسجل بالجيميل بتاعك وحاجات، يعني كلها كلام بسيط، يعني مش موضوع ومش حاجه كبيره يعني. فانا ما سجلتش بالجيميل لان انت كده كده وهيطلب منك الجيميل بتاعك هتديهوله هيفتح لك الموقع على طول. طيب ايه بقى اللي هنعمله يا محمد علاء؟ الناس عندها اعتقاد خاطئ ان جوجل جيميناي مخصص ان هو يعمل لك صور مصغره بس. الكلام ده غلط. جوجل جيميناي يعمل لك صور مصغره، يعمل لك لوجو، يعمل لك منيو، يعمل لك بوستر، يعمل لك بوستر اعلاني للمطعم بتاعك، يعمل لك بوستر تحط عندك في المنتدى، يعمل لك اي تصميم يخطر في بالك في الدنيا دي. بس احنا النهارده هنستخدمه في الحاجه اللي تخصنا وهو اللوجو. طيب محمد يا علاء هنعمل ايه؟ كل اللي عليك في البدايه تتاكد ان انت دوست على الادوات ودوست على كلمه انشاء الصور اللي هي عليها علامه الموزه دي، عشان ده جيميناي بنانا اي اي. وتدوس من على الجنب كده وتتاكد ان انت واقف على كلمه برو. تمام، يبقى انت تقف على كلمه برو وهنا. وملحوظه قبل ما ابتدي اقول اي حاجه في الفيديو، يا جماعه جوجل جيميناي احنا بنستخدم النسخه المجانيه بتاعته. النسخه المجانيه بتديك 3 محاولات، وبعد 6 أو 7 ساعات بيبقى ليك 3 محاولات كمان. تمام، عشان ما تجيش تعمل تلاقي بعد ال3 محاولات جيت تعمل صوره لقيت الصوره شكلها مش حلو، او لو فيها كلام الكلام مكتوب بطريقه غريبه او كده. ليه؟ لان انت رجعت للاصدار القديم. الاصدار الحديث اللي هو الجيميناي بنانا اي اي برو يا جماعه بيبقى ليك 3 محاولات. طب هنا في البدايه هيقول لك انا عايز الصوره، هتقول له حاضر انا هحمل الصوره بتاعتي اللي انا اتصورتها اوريدي، يعني انا في صوره اتصورتها فهختارها دلوقتي معاكم اهو. اهي الصوره دي، عملت نفسي متفاجئ وكده. تمام، في البدايه هقول له انا عايز، بص بقى، بص انا بكتب بقى ازاي. في البدايه انا مش هكتب هنا على طول، امال هعمل ايه؟ هتروح هتفتح شات جي بي تي. ليه هفتح شات جي بي تي يا عم؟ ما تخليني زي ما انا اقول له اللي انا عايزه. لا يا حبيبي، هنا هتقول له انا عايز اعمل لوجو. بص بقى الكلام اللي بكتبه، بص الكلام اللي بكتبه لقناتي على اليوتيوب.
يبقى اول شرط ان اللوجو يكون لقناه في اليوتيوب. تمام. تاني حاجه ويكون شكله جذاب، ويكون شكله جذاب وقوي. طيب ده تاني شرط. تالت شرط ويكون لقناه بتتكلم عن ايه، انت محتوى قناتك ايه؟ هل الطبخ؟ هل العاب؟ انا هعملها الطبخ. انت قناتك روتين، هتكتبي روتين كده. فهمت الفكره؟ طيب انا ليه هعمل طبخ؟ لان الطبخ بيبقى اصعب القنوات اللي بتعمل لوجو. انت فهمت الفكره؟ قناتك نسائيه، تكتبي عن المحتوى النسائي، وهكذا. اخباريه، تكتبي اخبار. معلومات، تكتبي معلومات. اخبار مش عارف ايه، اكتبي مش عارف ايه كده. طيب وللعلم، هقول اهو، وللعلم هظهر بنفسي في الصورة أو في اللوجو. أهو في اللوجو عايز برومبت احترافي، وهستخدمه في جيميناي. حتى لو كتبتها غلط عادي، هو كده كده بيبقى فاهم كل حاجة، ما تقلقش يعني. بنانا اي اي برو اهو. انا حتى قلت له بص بقى، يعني انا اهو قلت له انا عايز لوجو كذا كذا كذا، يكون شكله جذاب، ويكون القناه بتتكلم عن الطبخ، وهظهر بنفسي في اللوجو، وعايز برومبت احترافي. بص بقى بيقول لك ايه، ده برومبت احترافي للوجو، وده برومبت اكتر واقعيه. ادانا اتنين، هنجرب واحد فيهم. في البدايه نجرب البرومبت اللي اداهولنا ده. تمام. ناخده نسخ ونروح هنا اهو في جيميناي اي اي. تمام اهو. هحذف كده اهو واتاكد ان البرومبت مكتوب صح. بعد كده بامر الله هقوم قايل له ارسال. هصبر كده اهو معاكم. بصوا يا شباب، انت متخيل معايا شفت اللوجو طلع عامل ازاي؟ شايف؟ ده اللوجو اهو. ايه رايك؟ ايه رايك؟ انا كقناه طبخ، تخيل انت اللوجو بتاعك عامل كده. تخيل انت اللوجو بتاعك عامل بالشكل الرهيب الممتاز ده. هنا لما جيت سالت شات جي بي تي بيقول لي في برومبت اكتر واقعيه، وفي برومبت كمان فوق اهو. ناخد البرومبت اللي فوق ده لان احنا جربنا اللي تحت. تمام. ناخده كده اهو، ونيجي هنا اهو نقول له بيست. تمام. بعد كده نحطها بيست هنا اهو، ونحط الصوره بتاعتنا تاني، مفيش مشكله اهو. هروح لهنا واختار الصوره بتاعتي من هنا اهو. تمام. بصوا فين صورتي، بس معلش انا عشان عندي صور كتير. واقول له اوكي. بص بقى كده يا شباب، يعني ده اول لوجو احنا عملناه. لوجو شكله احترافي جدا، انت متخيل معايا؟ تمام. هنا واحنا بنعمل لوجو تاني، كله في مينت الا مينت، كله في مينت الا مينت. يعني انت متخيل معايا؟ تمام. انا بس بوريك ان الموضوع سهل، والله العظيم الموضوع اسهل مما تتخيل يعني. تمام اهو. بصوا كده يا شباب، ده اللوجو التاني. انت عايز اكتر من كده؟ طيب محمد انا عايزه يعمل لي لوجو بس ما يحطش اسمي فيه. تمام. ممكن تروح لشات جي بي تي تقول له يشيل الاسم، او ممكن انا اشيله دلوقتي اهو. يعني انا هنا اهو شايف ذا ستايل شوت مش عارف ايه سليك اند. لا مش عايز سب تايتل اهو. انا مش عايز سب تايتل، فهقول له ما تدمجش الاسم معاه، او هشيل دي كده اهو خالص. انت مش عارف تشيلها، خلي شات جي بي تي يشيلها لك. تمام. انا اهو ضفتها له تاني اهو، بعت له البرومبت التاني اهو. تمام. المفروض ان انا هيعمل نفس اللوجو، او هيعمل لوجو احترافي زي ده، بس هشيل كلمه محمد علاء. تمام. فاحنا مع بعضينا اهو، مفيش مشكله عادي، نستنى اهو يا شباب. تمام. هو يعني انا مش عارف اقول لك ايه، مش عارف اقول لك ايه. انت عايز اكتر من كده؟ طيب انت عايز اكتر؟ عملنا 3 لوجوهات احترافيين. تمام. انا ده الصراحه ده اكتر واحد فيهم عاجبني. يعني انا والله هاين عليا احطه في القناه عندي هنا، بس طبعا مش هينفع يعني اكيد عشان مش محتواي. تمام. شايف؟ انت ممكن تعمل اللوجو ده لو انت بتفتح مطعم، ده يبقى اللوجو بتاع المطعم بتاعك. انت متخيل معايا؟ فبس حته ان انت تعمل لوجو ما بقتش بصعوبه زمان. ما بقتش محتاج فوتوشوب، ما بقتش محتاج كانفا، ما بقتش محتاج كل الكلام ده. دلوقتي الاي اي طم طخ على طول، بيبقى على طول خلصت. صلى على النبي واذكر الله. سلام عليكم. باي باي.